خبر من الأخبار الخفيفة إن في مصر كلنا أكيد بنعرف البطيخ اللي من جوه لونه أحمر وفيه بذر أسود، لكن في بره بطيخ لونه أصفر وبدون بذر، وده موجود بشكل كبير في الصين. علشان كده إحنا في مصر بدأنا نستورد تقاوي البطيخ الأصفر والأحمر اللي من غير بذر ونزرعه هنا في مصر. يتجه العالم إلى تناول البطيخ بدون بذور منذ عدة سنوات، ولا سيما في أمريكا وأوروبا، ثم انتقل هذا الاتجاه إلى عدد من الدول العربية التي تفضل البطيخ بدون بذور سواء الأصفر أو الأحمر، وهو ما دفع بعض الأفراد والشركات لزراعته في مصر. وفي إطار سعي مصر للتوسع في زراعته، أكد تقرير لمعهد بحوث البساتين أنه تم البدء في استعادة إنتاج تقاوي الأصناف والهجن المسجلة، منها هجين البطيخ الأحمر كنوز 1، وهجين البطيخ الأصفر كناري 2، وهجين البطيخ الأصفر كناري 6. ويعد البطيخ الأصفر من الأنواع النادرة من الفاكهة في مصر. طيب ده موضوع هيسهل على الستات على وجه التحديد حاجات كتير قوي. موضوع ان احنا نفضل نقطع البطيخ قطع صغيره عشان يطلع في الاخر من غير بذر، هيجي لنا بقى جاهز وبطيخ احمر واصفر كمان. بس هيبقى موضوع خليني اقول لك اللي انا مهم جدا بالنسبه لي. تابعت، انت الاول بتحبي بذر البطيخ ولا لا؟ لا. الموضوع ده على فكره والله مش بهزر، فعلا قلب السوشيال ميديا، وشفت يعني في تضارب في الاراء ما بين ناس قال لك ازاي هتحرمونا من البذر اللي احنا بنحوشه عشان نطلع بيه المصيف. لا، هو البطيخ اللي فيه بذر هيفضل موجود برده في الاسواق. هو ده احنا عاوزين نطمن الناس لكده، ويمكن ده انجاز ان عندنا بقى فيه بطيخ والحمد لله من غير بذر، لكن يعني ما زال البطيخ اللي ببذر موجود وكلنا هنشتريه وهنتعامل معاه عادي. اعتقد ما حدش هيستغنى عنه يعني. لا، ما حدش هيستغنى عنه، بس الناس بقى اللي بتفضل المانجا اللي من غير بذر. موضوع البطيخ من غير بذر مختلف.